السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنفرز تاني فريزات لشهر رمضان باذن الله. طبعا نزلت لكم الجزء الاول، لو ما حدش شافه ان شاء الله هتلاقوه موجود في القناه. ان شاء الله هنعمل التفريزات الجميله دي النهارده ان شاء الله. بس قبل اي حاجه ما تنسوناش بلايك حلو كده والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ان شاء الله احنا خزنا الفاصوليا الخضراء والبسله والسلق والخضره بتاعته، وبرده خزنا قلقاس تاني زي ما انتم شايفين كده طبعا. وخزنا صلصة الطماطم وخزنا الطلبات بتاعتنا كلها كده زي ما انتم شايفين طبعا. وخزنا الصلصة برضو لشهر رمضان. زي ما انتوا عارفين ان شاء الله احنا كل اسبوع بنخزن حاجة شكل شهر رمضان عشان ما يبقاش مكلف لينا جدا. طبعا ان شاء الله هقول لكم اسعار الخضار كله اللي احنا جايبينه ده بكام، وهقول لكم كمان تكات بسيطة جدا تخزني بيها الخضار ده بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي تعب ولا اي مجهود. طبعا احنا هنتعب بس في تحضير الحاجات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتم شايفين خزنا القلقاس برضو، وهنا طبعا بوريكم احنا بعد ما بنخزنه بنعمل ايه بالظبط. طبعا بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهقول لك تعب ساعه ولا كل ساعه في توضيب الحاجات لما بيجي عليكي شهر رمضان. انا بصراحه لما باجي بخزن الحاجه دي اي نعم بتعب في توضيبها بس برتاح فيما بعد. يعني انت كانك انت بتقعدي على الارض كده مع نفسك كده، مثلا بتتفرجي على مسلسل ولا حاجه بتقعدي توضبي خضارك، ما بياخدش معاكي وقت خالص. انا قعدت امبارح كنت بتفرج على المسلسل طبعا، وضبت طلباتي وحاجتي كلها وابتديت ان انا اخزنها معاكم. كل اللي انا عملته معاكم هنا ان انا قطعت بس القلقاس هنا هو في القناه عشان بس ايه ابسط لكم طريقته، لان هو بصراحه القلقاس بيبقى محتاج انك تتحكمي فيه في المطبخ عن الخضره والبسله والحاجات دي. القلقاس مش هينفع انك تقطعيه على الارض طبعا، تقعدي هنا على رخامه حاجه كده جامده انك تعرفي تقطعي عليها وتتحكمي فيها في القلقاس كويس. طبعا خزنا الفاصوليا الخضراء بالشكل ده، طريقه سهله وبسيطه وهتطلع معاكي كانك جايباها بالظبط طازه. طبعا هقول لكم كمان على اسعار الخضار بتاعنا ده كله باذن الله مع بعض. عايزه اقول لكم يا جماعه ان التفريزات دي هتفيدكم وهتوفر لكم في شهر رمضان جدا، لان انا بصراحه في شهر رمضان الواحد بيبقى صايم وتعبان ما بيقدرش ان هو يعمل اكل كتير ويقف كتير ويجهد نفسه. فاحنا كل اللي بنعمله ايه؟ بنوضب الحاجات اللي احنا هنستخدمها، وفيما بعد احنا بنبتدي نعمل اكلنا، ما بياخدش معانا وقت زي ما تقعدي لسه هتسبكي ولسه هتعملي. فطبعا احنا بسطنا كل حاجه وعملنا كل حاجه علشان خاطر ما نتعبش فيما بعد. وطبعا اهم من كل ده التوفير. عايزه اقول لكم ان الخضار اللي احنا بنفرزه ده مش هيبقى غالي زي ما انت هتجيبيه في شهر رمضان، لان احنا عارفين كويس جدا ان الاسعار في شهر رمضان بتبقى غاليه جدا، بتبقى مكلفه ومصاريفها بتبقى كتيره جدا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبسط كل حاجه. نبتدي بقى الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. نبتدي ان احنا نقول على اسعار الخضار بتاعنا اللي احنا جبناه زي كل مره كده ان شاء الله. طبعا هقول لكم الاسعار النهارده جميله عن كل اسبوع فات بصراحه. الخضار هناك زي العسل، جميل جدا. طبعا البسله والجزر وكل الخضار كان النهارده رخيص جدا في السوق. بس هقول لكم ان شاء الله طبعا زي ما احنا متعودين ننزل كل اسبوع سوق الخميس نتسوق ونجيب طلبات الاسبوع. زي ما انتم شايفين كده انا عايزه اقول لكم دي طلبات الاسبوع اللي احنا جبناها والحاجه اللي احنا هنخزنها مع بعض. طبعا انا خزنت معاكم تخزينات رمضان اول تفريزات رمضان. ان شاء الله النهارده هنزل لكم تفريزات رمضان الجزء الثاني. طبعا هنخزن الليمون القضاليا، وهنخزن الطماطم هنعملها صلصه، وهنخزن برضو قلقاس. زي ما انا قلت لكم انا كل اسبوع بجيب حاجه عشان الحاجه تكتر عندي لشهر رمضان تبقى متوفره. طبعا زي ما انتم شايفين النهارده طبعا جبت والفاصوليا الخضراء برضو هنخزنها مع بعض. وطبعا جبنا الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها طبعا الجلاش والكنافة. وطبعا جبت ازازة زيت. تعالوا بقى مع بعض الاول نبتدي الطلبات بتاعتنا جبنا ايه النهاردة مع بعض. اول حاجة جبتها وهو الخس. زي ما انتم شايفين جبت 3 ربط خس دولت ب10 جنيه اهم. 3 ربط خس الكبار دولت ب10 جنيه تمام. جبنا البصل الاخضر. انا متعودة كل اسبوع بجيب البصل الاخضر زي ما انتم شايفين كده، بجيب الربطة. جبت الخمسة ب10، جبت 5 ربط بصل اخضر ب10. جبت الخضرة دي جبت دول ب15 جنيه. جبت 3 سلق و2 نعناع وربطة شبت وربطة كزبرة دول ب15 جنيه تمام. طبعا عندنا برضو
البصل جبت ال2 كيلو ب25 جنيه، طبعا زي ما قلت لكم هو بيعبيهم. جبت الطماطم دي ال3 كيلو دول ب20 جنيه. جبت كيلو ونص ب10 اهو زي ما انتم شايفين، طماطم زي الفل اهو طبعا. وجبنا البطاطس الحلوه دي برضو ال3 كيلو ب20، قصدي هنا القوطه دي ال3 ب20 يا جماعه، وهنا البطاطس دي ال3 كيلو برضو ب20. شايفين طبعا منقينها بالواحده. نيجي بقى للبرنس بتاع التخزين بتاعنا، وهي البسله. عايزه اقول لكم ان احنا عيالي وجوزي من عشاق البسله والقلقاس بصراحه. رحت جبت طبعا النهارده، اتصدمت لقيت سعر البسله جميل جدا، لقيته ب25 جنيه. فلقيت واحد بيبيع 25، قلت اكيد جوه غاليه. فبصراحه عجبتني جدا، لقيتها مليانه كده وحلوه. فالاول كنت جايبه دي من واحد، جبت قد 2 كيلو ب50 جنيه زي ما انتم شايفينها جميله ازاي، دي هتبقى زي العسل دي يا جماعه. وجبت طبعا البسله الحلوه دي لما لقيت طبعا عند الراجل دي حساها كده مش زي ما انا كنت، هي حلوه بصراحه ومليانه، بس لقيت دي بصراحه برضو مليانه. فرحت جايبه كيلو، يعني جايبه 3 كيلو من البسله ب75 جنيه. طبعا عشان احنا بقى كنت انا طبعا عامله حسابي الاسبوع اللي فات ما جبتش بسله، فالاسبوع ده طبعا قلت مش مشكله بقى معايا فلوس، رحت جايبه كيلو زياده. يعني جبت ال2 كيلو بسله دول ب50 جنيه، وجبت الكيلو ده زياده. قلت ايه بزياده نخلص البسله بقى ونخلص من حوارها. وطبعا جبت الجزر ده ب5 جنيه، جبت الكيلو ب5 جنيه. والفاصوليا الخضراء دي بقى، تعالوا بقى الفاصوليا الخضراء دي جبت الكيلو ب10 جنيه. طبعا جميله جدا. بصوا اول ما تلاقوها بتتعمل كده، دي كده الفاصوليا طازه وجميله وشكلها باين وبيتكلم عن نفسه. طبعا لقيتها موجوده في السوق، رحت بصراحه قلت اجيب كيلو ب10 جنيه، يعني مش حاجه، يعني 10 جنيه رخيصه جدا. وطبعا هنا بقى جبت بقى قلقاسايه حلوه كده قد 2 كيلو الا ربع. جبت القلقاسايه دي كبيره بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحب القلقاسايه قطعه واحده، ما بحبش القلقاسايه تبقى ايه، تبقى صغيره. شايفين طبعا شكلها هنا بيبان عن نفسها ان هي كويسه وحلوه جدا. شايفينها مورده ازاي؟ طبعا الصغير بيبقى مبيض من جوه ما بيبقاش حلو طبعا. وجبنا الليمون القضاليا ب5 جنيه، طبعا انا فرزته معاكم وان شاء الله هنفرزه مع بعض تاني، وهقولك على تكه يخلي معاك الليمون فريش وجميل وزي الفل. نيجي بقى للحاجة الحلوة. طبعا جبت النص كيلو من الجلاش ده سايب يا جماعة، جبت نص كيلو ب15 جنيه. وبرضو الكنافة جبت النص كيلو ب15 جنيه. نيجي بقى للطماطم اللي هي برضو هنعملها صلصة، لان الطماطم دي جبتها 3 ب10 زي ما انتم شايفين. جبت ال3 كيلو ب10 جنيه مستوية، اللي هي بتبقى وش القفص. جبت 3 كيلو طبعا برضو ب10 جنيه. دي هعملها صلصة واحطها في الفريزر، وبرضو دي هعملها صلصة واحطها في الفريزر. حبيت ان انا ايه انجز واحاول. لقيتها بصراحة حلوة عجبتني بصراحة، فقلت اجيب منها بصراحة عجبتني، لقيت شكلها حلو بصراحة. رحت قلت جبت 3 كيلو وقلت اعملهم ان شاء الله صلصة وبكده طبعا. وجبت الازازة الزيت دي ب55 جنيه. طبعا مش عارفة احنا بنستهلك زيت كتير جدا بصراحة. وادي طلباتنا طبعا. الخضار بتاعنا كله زي الفل جميل وصابح. عايزه اقول لكم سوق الخميس بيوفر معايا جدا من الفلوس، ما يخلينيش ان انا انزل طول الاسبوع. انا بجيب الحاجه دي كده خلاص، ما بجيتش الا اللوازم اللي هي الضروريه، اللي هي مثلا ان كنت اجيب مكرونه، ان كنت اجيب حاجه، بس كده هو ده اللي انا بجيبه. وادي طلبات الاسبوع وطلبات التخزين بتاعنا. وان شاء الله هنزل لكم باذن الله بالفيديو بتاع التفريز رقم 2 بتاع شهر رمضان، وان شاء الله نخلص التفريز ده، وهنعمل برضو جزء ثالث، وبعد كده هنبتدي نخش على العصاير. اول حاجه بقى معانا وهي البسله. طبعا مسكت الجزر قطعت عليها جزر بالشكل ده كده، وطبعا الفاصوليا بقى الخضراء الجميله طبعا صبحه، ووريتكم ازاي تعرفوها هي صبحه ولا بايته. هنقطعها بقى بطريقه بسيطه جدا، بالطريقه الجميله اللي انتوا شايفينها دي كده. وبعد كده نخلص الكميه بتاعتنا دي كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده نبتدي ان احنا نخزنها. طبعا هوضب خضاري كله، وبعد ما اوضب خضاري كله هنبتدي ان احنا نعمله مع بعض ونعرف ازاي بنخزنه. عايزه اقول لكم ان الفاصوليا دي انا جبتها زي ما قلت لحضراتكم ب10 جنيه، جميله جدا وصبحه. هنبتدي بقى نقطع القلقاس زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده بحاجه نظيفه كده، هنروح مقطعاه ومسحاه. طبعا لو القلقاس عندك كبير قوي مش هتقدري انك تتحكمي فيها، تروحي قسمها نصين، وبعد ما تقسميها نصين بالسطور اللي عندك في التلاجة او سكينه كبيره، وتروحي مقشراها وهي متقسمه بالشكل ده كده زي ما انا عملت. طبعا بمسح
القرمه كده او اللي على الرخامه كده بالطريقه دي، وابتدي ان انا انضفها. طبعا اللبس دوت انا صغير على ابني، فبمسح بيه الحاجات، يعني بخليها للمطبخ. طبعا همسح اي حاجه فيها كده فيها تراب رمله ولا حاجه هتطلع معانا في القماشه دي. طبعا عايزه اقول لكم برضو، هنصحكم بنصيحه، بلاش تغسلوا القلقاس يا جماعه في المرحله دي، لان هيطلع ماده لزجه مش هتعرفي تتحكمي فيه ولا تقطعيه كويس. هبتدي ان انا اقطع القلقاس بالشكل ده كده، بعد كده هبتدي ان انا اتحكم في حجمه الصغير. طبعا القلقاسيه دي 2 كيلو يا جماعه، الا حاجات بسيطه جدا، الا تلت او ربع، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، يعني عاملين 35 جنيه. القلقاسه دي عامله 35 جنيه يا جماعه. طبعا هقطع القلقاس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبكده احنا خلاص هنبتدي ان احنا نوضب خضارنا كده، ونبتدي ان احنا نعمل الصلصه بتاعتنا الاول اللي هنسبكها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تكوني مقليه على النار تقليه في الوقت ده وانت بتعملي توضبي الخضار، عشان ما تاخديش وقت خالص في التخزين. حاجه كمان، الخضار يا جماعه لو سخن، يعني احنا مثلا هنعمله بحاجه دلوقتي عشان طريقته نخزنه، اوعي تخزنيه وهو سخن، يعني تستني لما يهدى خالص خالص خالص، وبعد كده تخزنيه عشان ما يضربش منك ويبوظ منك في الفريزر. طبعا القلاص احنا مش هنحط له اي ماده ميه سخنه ولا حاجه، احنا هنعمله بتكه بسيطه جدا وسهله جدا مع بعض ومع حضراتكم. عايزه اقول لكم بقى ان القلقاسيه بسم الله ما شاء الله رمت معايا كميه جميله جدا، عملت لي كميه كبيره من التخزين اللي احنا عملناه. احنا قطعنا جزء بسيط بس منها، وادي الجزء الاخير احنا هنبتدي ان احنا نقطعه ونتحكم فيه كويس عشان خاطر يطلع معانا قلقاس زي الفل. طبعا تقطعيه الحجم اللي يناسبك، حابه تصغري عن كده مفيش اي مشكله، حابه تكبري عن كده برضو مفيش اي مشكله، زي ما تحبي. طبعا بنخزنه بالطريقه دي، وطبعا جبنا السلق والخضره بتاعته وهنخزنها مع بعض برضو بطريقه سهله وبسيطه. واقول لكم كمان على تكه بالنسبه للخضره. الخضره يا جماعه انا بقطعها خضره السلق، انا بقطعها، انا بقطع الخضره بتاعه السلق، بقطعها مكعبات كده عادي، اقطعها اي تقطيعه، اهم مش هتتقطع بالعروق بتاعتها بالشبت والكزبره. طبعا زي ما قلت لحضراتكم القلقاس بياخد حسب الكميه بتاعه الكيلو، الكيلو الواحد بياخد ربطه شبت، ربطه كزبره، ربطه سلق. اما لو انت جايبه اكتر من كيس، يعني اكتر قصدي من كيلو، فانت بتزودي في السلق والقلقاس، بتقطعيهم تغسليهم غسله حلوه، بتنقعيهم بميه، وبعد كده بتروحي مقطعاهم تقطيعات صغيره، وتروحي شايلاهم حطاهم على جنب، تصفيهم كويس من الميه، وتروحي بقى حطاهم في اكياس وتكيسيهم، بتشيليهم في الفريزر، ما بتحطيش ما بتطحنهمش على الخلاط، فوائدهم بتروح، واحنا مش عايزين اي فوايد في الخضره بالذات تروح مننا. هتروحي مكيساهم وشايلاهم في الفريزر زي ما هوريها لحضراتكم بالظبط. طبعا بتطلعيها من الفريزر وهي متجمده، تروحي طحناها بالكبه، بتطلع معاكي بودره وزي الفل، بتبقى معاكي ملمسها حلو، مش رفيعه قوي ومش تخينه قوي، مظبوطه جدا، وبتطحن معاكي بكل سهوله. اوعي تسيبي السلق على تسيبيه يفك قبل ما تضربيه، لازم السلق بعد ما تطلعيه من على الفريزر تضربيه على طول بالكبه بتاعتك، علشان خاطر تنجز معاكي، وفي نفس الوقت تطحنها معاكي طحنه حلوه جدا ومناسبه ليكي، عشان ما تبقاش مش هتحتاج انك تخرطيها في الخلاط. هي الكبه، او لو حابه تعمليها في الخلاط عادي مفيش مشكله، بس ما تضيفيش فيها ميه ولا تضيفي فيها اي حاجه، لان احنا كل اللي عايزينه ان هي تطحن كده من غير اي ماده سايله، علشان تدوب معاكي وتطحن وتتفرم كويس جدا. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله القلقاس رمى معانا كميه قد ايه. طبعا جبت بقى ميه دافيه، وهروح حاطه القلقاس بالشكل ده كده فيه، واغسلها غسله حلوه زي ما انتم شايفين، واروح مصفيه. وبكده احنا خلصنا القلقاس بتاعنا وغسلناه. نيجي بقى للتكه اللي هتحافظ على القلقاس بتاعك وعلى لونه وعلى طعمه وعلى شكله، وهي بقى الليمونه اللي انتوا شايفينها دي. هعصر نص ليمونه كبيره كده، طبعا من الليمون القضاليا اللي انا جبته، هعصرها بالشكل ده، واروح مقلباه، او اروح مقلبه بايدي، او اقلبه كده زي ما انتوا شايفين. وبكده احنا خلصنا القلقاس بتاعنا. نبتدي بقى ان احنا نخزن الحاجه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. طبعا هفضيه في الطبق بتاعي علشان ابتدي ان انا اوسع لنفسي، علشان ابتدي ان انا اخلص الحاجه. طبعا بنقطع الطماطم زي ما انتم شايفين كده الاول، وبعد ما اقطعها دي الطماطم يا جماعه اللي جبتها 3 ب10، عملتها جبت 3 كيلو ب10، طبعا هقطعها بالشكل ده كده. وطبعا اكون حاطه بصله على النار هقليها مع حضراتكم برضو، عشان نبتدي ان احنا نسبك الطماطم. طبعا هنصحك نصيحه جدا تعمليها لتخزين الطماطم، وهي التكه اللي هقول لكم عليها. اوعي تضيفي اي بهارات في صلصه الطماطم اللي انت هتخزنيها. لو ضفتي اي بهارات، البهارات مش هتبقى حلوه
زي ما انت تكوني لسه ضيفاها. يعني انا دلوقتي عملت قليت بصلة وضربت القوطة في الخلاط وخلاص كده خلصتها، وهبتدي ان انا انزل عادي زي ما بنقلي عادي. وبعد كده بتحطي الملح بتاعك فيها ومكعبين شوربة وبس كده، ما بتزوديش اي حاجة. طبعا انا بقلي التقلية فلفل اسود طبعا وبصلة زي ما انتم شايفين كده، ده بيفرق معاكي في طعم التسبيكة بتاعتك خالص. هبتدي ان انا ضربت القوطة بتاعتي كده وخلصتها. ادي الكمية بتاعتي اللي انا عملتها 6 كيلو يا جماعة. هبتدي بقى ان انا البصلة تتحمر واروح نازلة عليها بالخضار بتاعنا. طبعا هنا بقى الفاصوليا نبتدي ان احنا بقى نجهزها، نبتدي تخزينها ميه سخنه كده وتروحي نازله على الفاصوليا. عدي على ايدك 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق تروحي مصفياها ونازله عليها بميه ساقعه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنعمل نفس التكه دي، بس هنضيف الاول معلقه من السكر على الفاصوليا، علشان معلقه السكر هي اللي بتغلف لي الخضار بتاعي وبتديله طعم مسكر، وفي نفس الوقت بتحافظ عليها يعني بتغلفها تغليفه حلوه تبقى جميل. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا خلاص حطيت ميه بارده دلوقتي، سبتها خلاص وهصفيها، وكده احنا خلصنا الفاصوليا بتاعتنا. طبعا التقليه بتاعتنا خلاص اتحمرت، هروح نازله عليها بالطماطم بتاعتنا، وبعد كده هسيبها بقى تتسبك مع نفسها. طبعا بنزل بالطماطم على البصله بالشكل ده كده، وبعد كده هبتدي ان انا اخلص افضي الطماطم كلها زي ما انتم شايفين. طبعا هنا لقيت الحله كبيره جدا صغيره خالص، فطبعا هفضيها في حله اكبر منها. هنزل بقى الاول بالملح بتاعنا، طبعا اصفي الطماطم كلها بتاعتنا، وهنزل بقى بالملح والمكعبين المرقه. مش هزود عن كده يا جماعه. البهارات لما بتضيفيها على الصلصه بتغير طعم الصلصه، ما بتديش طعم حلو. لكن لما انت تنزلي عليها ببهارات بعد ما تيجي تحضريها، لما تطلعي الكيس كده يفك من الفريزر تروحي حطاه على طول، وتروحي حاطه خضارك، تحطي بقى بهارات، تحطي لو انت مثلا هتستخدمي المحشي هتروحي جايبه الكيس مفضياه وتروحي حاطه عليه الرز وتحطي بهاراتك زي ما انت عايزه. هتفرق جدا في الطعم، هتحسي كانك لسه عامله الصلصه ولا مجمداها ولا اي حاجه. لكن لو ضفتي بهارات في الصلصه بتغير طعمها وما بتبقاش حلوه خالص. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. عشان كمان انا وفرت لكم ان انتم مش هتقدروا ان انتوا تحطوا بهارات هنا وتروحوا حاطين للمحشي وتروحوا ناقصين، لا كل الصلصه زي ما هي، عشان ما تنسيش كيس تروحي حاطه كيس مكان كيس، لا كده احسن لك. طبعا هننزل بقى بميه سخنه برضو على البسله بتاعتنا بالشكل ده كده. خلاص بالشكل ده، وخلاص خلصنا كده، حطينا الميه السخنه على البسله. هسيب البسله برضو زي الفاصوليا كده ب5 دقايق، واروح مصفيه الميه السخنه وانزل بميه من الحنفيه. طبعا برضو بمعلقه من السكر بضيفها مع الميه السخنه دي، واقلب كويس عشان هي اللي بتحافظ لي على الخضار بتاعنا. والطريقه دي يا جماعه هي اللي بتغلف الخضار بتاعك، تخليه مش مجلد، تخليه طازه وجميل، وفي نفس الوقت ما يبقاش بيعض معاكي. زي ما انتم شايفين خلاص كده احنا خلصنا طريقتنا كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. وهنبتدي بقى ان احنا نشيل السلق بتاعنا. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان الخضره دي همسكها الاول هقطعها. انا كنت هشيلها سليمه بس قلت لا احسن عشان لما اجي اطحنها ما تلفش على الكبه او الخلاط لو انت هتعمليها. طبعا بقطعها كده عشوائي، مش شرط ان انا اقطعها صغننه خالص، عشوائي كده. وبعد كده بتروحي مكيساها وتروحي حطها في الكيس وتطلعي بقى بالطلب. طبعا كلهم في بعضيهم دول 3 ربط من السلق وربطة شبت وربطة كزبرة. طبعا زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا هقطعهم كلهم في قلب بعضهم. طبعا انا عندي خضرة تاني في الفريزر انا كنت عاملاها مع حضراتكم، طبعا دي كمان هضيفها معاها. يبقى كده احنا عندنا الطلبات بتاعه القلقاس كلها كده، خزين القلقاس كامل ومكمل موجود. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص. هشوف لو في اي خضار تاني. خلاص كده خلصنا الخضار بتاعنا، وهبتدي بقى ان انا اخيسهم زي ما انتم شايفين كده في الكيس بتاعنا لحد ما اخلص. طبعا هقسمهم على 3 اكياس او 4 اكياس زي ما يقسموا، وبعد كده هروح مطبقاهم تحطوهم في الفريزر، رصيهم رصه حلوه كده في الفريزر. وبعد كده بتروحي ماسكاه كده مطلعه الكيس الاول منه الهواء علشان ما يبقاش واخد منك مساحه كمان في الفريزر، بتطبقيها كده تطبيقه حلوه كده وطلعي الهواء بتاعك عشان خاطر تتقفل معاكي بكل سهوله، ما يتفتحش منك في قلب الفريزر.
طبعا خلاص كده هخلص الكمية بقى بتاعتي واعملها كلها زي ما انتم شايفين وهخلصه. عايزه اقولك هتطلعيها من الفريزر وهي متجمده تطحنيها في الكبه او الخلاط على طول. زي ما انتم شايفين كده برضو هعمل نفس اللي انا عملته في الاول. طبعا في فرح جنبينا، طبعا هقلب الصلصه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده الصلصه بقى هسيبها يا جماعه، طبعا هسيبها على النار تغلي كده، وبعد ما تخلص خالص هنبتدي ان احنا نسيبها تبرد خالص. عايزه اقول لكم ان انا طبعا زي ما انتم شايفين كده خلصت الصلصه بتاعتي. طبعا هسيبها خالص 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 تبرد تماما. عايزه اقول لكم ان انا سبتها لتاني يوم خالص لحد ما بردت خالص، ورحت مكيساها وحطيتها في اكياس بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا الصلصه يا جماعه ما ينفعش تشيل سخنه خالص، لو شلتيها سخنه تحمض منك. طبعا زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي خلاص كده انا كيست الصلصه بتاعتي، وكده هي بارده مش سخنه يا جماعه. ده تاني يوم بعد ما عملتها. وخلاص كده الخضار بتاعي طبعا رصيته بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. خلاص هرصه في الاطباق. طبعا هقول لكم برده على حاجه، طبعا زي ما انتم شايفين كده هجيب طبق فل كده واروح حاطه عليه الكيس بتاعي بالشكل ده كده اهو. الكيس ده يا جماعه هو بيفرق ما بين الطبق الفل والخضار بتاعنا. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي هتبقى سهله معاكم جدا. لو انت حتى مجمده الخضار متجمد هتفضيه بكل سهوله، هتشيلي الكيس وتروحي مفضيه بكل سهوله. لكن لو متجمد معاكي الخضار هيلزق في الطبق اللي تحت ده، وهتيجي يقطع منك ويبقى منظر مش حلو وحاجه مش حلوه خالص. فالاحسن ليكي انك تحطي كيس تحت الطبق، فوق الطبق الفل بالشكل ده كده، وتضيفوا خضارك. وبعد ما تخلصيهم خالص تروحي مكيساهم طبعا خالص. بعد ما تكيسيهم تروحي رصاهم في الديب فريزر بتاعك رصه حلوه كده. وبعد كده خلاص تطلعي بقى بالطلب وقت ما تحبي ان انتي تجيبي او تعملي اكله من الاكلات دي. عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله الطبق الفاصوليا الكيلو رمى معانا 3 اطباق زي ما انتم شايفين كده. والكيس والقلقاس طبعا رمى بسم الله ما شاء الله معانا قد 4 اطباق متهيألي، ايوه 4 اطباق كده. بسم الله ما شاء الله القلقاس لما معايا كتير جدا زي ما انتم شايفين، رمى 4 اطباق. نيجي للبسله بسم الله ما شاء الله خدت برضو معانا كتير. طبعا انا كنت جايبه يا جماعه قد 3 كيلو من البسله طبعا، وجايبه 2 كيلو جزر. فخلاص كده يعني بسم الله ما شاء الله كميه حلوه مش قليله. فكده ان شاء الله انا بخزن كل سنه البسله بخزن قد 5 كيلو. فانا طبعا كده جبت عامله 3 كيلو من البسله، فهبتدي ان انا اضيف قد 2 كيلو تاني اخزنهم وخلاص على كده. وبرده القلقاس يعتبر انا خلصت كده خزين القلقاس. بس طبعا عشان احنا بنحب القلقاس فانا بزود تاني على القلقاس بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هخلص كمية البسلة قصدي. طبعا بسم الله ما شاء الله رمى معانا كتير قد 5 اطباق من الفل. هحط برضو الاكياس بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان انا بطلع على طول وبروح حاطه على الاطباق بتاعتنا. يعني انا بروح مفضيه على طول الشوربه كده او الصلصه كده على الخضار عليها على طول، يعني ما بستناش ان الخضار بتاعي يفك. هي دي الطريقه الجميله اللي سهله جدا ان انت تعمليها، هتوفر لك في وقت وهتوفر لك في جهد وفي كل حاجه. طبعا الصلصه بتبتدي ان انت تجيبي كل اسبوع تجيبي حاجه. يعني الاسبوع دوت انا جبت بصراحه كان فايض معايا فلوس، فروحت بصراحه مزوده في الخضار. لكن انا متعوده كل اسبوع بجيب ب50 جنيه حاجات. طبعا البسلة جبتها ب25 جنيه، جبت ال3 كيلو ب75 جنيه عشان كان فايض معايا فلوس. والقلقاس جبت الكيلو كان ب20 جنيه. وطبعا الليمون القضاليا واللي هو اهم من اي حاجة بتحطيه في اكياس زي ما هو، اوعي تعصريه فوايده كلها بتروح. لكن لما تشيليه كده الواحدة بوحدتها تروحي مطلعاه حطاه في كوباية من المية، وبعد ما يفك تروحي عصراه يطلع معاكي زي الفل ويديكي كمية عصير غير عادية. وفي نفس الوقت كل الفوائد موجودة في الليمون بتاعنا. انا بخزن الليمون القضاليا بالطريقة دي يا جماعة،
ولو حابين تشوفوا طريقته، انا خزنته قبل كده وخللته برضو قبل كده وتاكليه خلال يومين، لان الليمون القضاليا في التخليل جميل جدا جدا جدا، ما بيبقاش ممرر، بيبقى مسكر. طبعا عملته وكلته خلال يومين، هتلاقوا الفيديو موجود في القناة، هيعجبكم جدا جدا. طبعا نبتدي بقى ان احنا نكيس خضارنا اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هخلص الكمية بتاعتي كلها واخلي. طبعا والفاصوليا عايزه اقول لكم الجميله في الطعم جدا، هقول لك على تكه تطبخي بيها الفاصوليا الخضراء بطريقه جميله جدا وسهله جدا وطعمه جدا. طبعا بنقلي زي التقليه اللي انتوا شفتوها دي. انا يا جماعه الخضار، البسله، الباميه، الفاصوليا، الخضار عامه لما باجي اطبخه او اي خضار عامه ما بضيفش اي بهارات فيه. انا البهارات ما بضيفهاش الا في المحشي بس، المحشي بس اللي بضيف فيه البهارات، والبهارات ما بتبقاش كتيره، بتبقى بهارات اللي هي بهارات المحشي وكمون، ما بزودش عن كده، ولا بحط نعناع ولا بحط حاجه، بتفرق جدا في الطعم. عايزه اقول لكم ان البهارات العاديه بتبقى طعمه جدا وجميله جدا في الخضار بتاعنا او في المحشي بتاعنا. طبعا هقول لك الفاصوليا هتروحي محمره بصله وتنزلي عليها حبه فلفل اسود وتنزلي بالطماطم. بعد ما بتتسبك معاكي، طبعا قبل ما تتسبك بتنزلي مكعب شوربه، وبعد كده تقلب تتسبك، تروحي نازله عليها بالفاصوليا بتاعتي، تروحي مقلباها تقلبتين حلوين. وبعد ما خلاص تبتدي ان هي تشرب من الصلصه، تنزلي الشوربه بتاعتك. وبعد ما تبتدي ان هي تستوي خلاص كده، يبقى الفاصوليا بتاعتك خلصت. هتروحي دقه فصين توم حلوين كده بذمه، وتروحي دقاهم دقه حلوه، وتروحي قافله على البوتاجاز على الفاصوليا بتاعتك، وتروحي حاطه فصين التوم على الفاصوليا، وكلي اطعم فاصوليا خضراء هتاكليها في حياتك. الطريقه دي جميله جدا جدا وطعمه جدا جدا. الطريقه دي هي احلى طريقه تاكلي بيها الفاصوليا الخضراء بتاعت احسن المحلات. طبعا هخلص الكميه بتاعتي كده وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم بقى. ما تنسوناش بلايك حلو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وفري وقتك ومجهودك ليكي وللاولاد في شهر رمضان، عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. مع السلامه.